تجديدات مبذولة نطاق أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بغرداية في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تم من خلالها معالجة قضية نوعية متمثلة في توقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 124 الرابط بين بلدية القرارة وبلدية الحجيرة التابعة لولاية تبوك. وبعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم حجز 9.580 كيلوغرام من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ بالعملة الصعبة. توقيف شخصين مشتبه فيهما مع حفظ السيارة. بعد طلب الإذن من السيد وكيل الجمهورية والقيام بتمديد الاختصاص إلى ولايتين مع تفتيش عدة مساكن، أسفرت العملية عن توقيف شخص آخر مشتبه فيه مع حفظ هاتف نقال. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر ضد المشتبه فيه مع تسليمه إلى الجهات القضائية. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.